السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي مذاقات مغربيه. اليوم جيت نحضر معكم واحد البريوش كيجي رائع، كيجي صراحه زوين بزاف وكيصبر معكم المده اللي هي اطول. كتحتاجوه للصباح اولا الوليدات يديوه معاهم المدرسه، كيجي خفيف كالقطن. جربوه وردوا عليا. تبعوا الفيديو الى الاخير وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. ونبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه ديال التحضير. غادي نجيب واحد المول. يمكن لكم هذا الخليط ديروه في العجانه، كيف ما يمكن لكم تخدموا غير بيديكم، راه هو كيجي ساهل. عندي هنا 2 كيسان ديال الحليب اللي دفيتهم غير شويه. يمكن لكم تعوضوه ب2 كيسان ديال الحليب وديروا 4 المعالق ديال الحليب مجفف. عندي هنا 4 المعالق ديال السكر حبيبات، وعندي معلقه كبيره ديال خميره الخبز. صافي غادي نحركهم وغنخليهم يختمروا ليا لمده ديال 5 ديال الدقائق ونرجعوا ليهم. هنا من بعد ما تفاعلت ليا الخميره واختمرت ليا شي شويه غادي نزيد الدقيق. عندي هنايا الدقيق غادي نزيدو تدريجيا. يمكن لكم نعطيكم العبار غتاخدوا تقريبا نصف كيلو ديال الدقيق. درت عليه نصف كاس ديال الزيت والبياض ديال البيضه، ماشي ضروريه غير حيت غادي نحتاج داك الاصفر ديال البيض، وقلت البياض بلا ما يطيح درتو في العجينه. درت معلقه صغيره ديال الملحه والدقيق كيف ما قلت لكم غنبقى نزيد. انا غادي نوريكم العجين كيفاش خاصها تكون باش ما تكثروش الدقيق بزاف ويجيكم مدقس. هو خصو يجي خفيف باش يجيكم فاش طيب يبقى هشيش ومن فوق من الداخل وكيبقى كيف القطن. صافي هنا كنبقى كنزيد الدقيق غير بشويه بشويه كيف ما شفتوا، ما كنزيدش في دقه واحده. هنا في الاخير كيف ما كتشوفوا كنزيد غير بالمعلقه غير شويه. وهي العجين خصها تكون كتلتصق في اليدين بحال هكا، خصها تجي خفيفه بحال العجينه ديال السفنج، خصها تجي بحال هكا خفيفه كيف ما كنوريكم، ما تجمعش لكم. صافي هنا غادي نديرها في سطح العمل باش نخدمها اكثر ونتحكم فيها. هنا درت 2 معالق ديال الزبده، درت معلقه هي الاولى وغادي نزيد المعلقه الثانيه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا راه كيجي خفيف كيبقى كيلتصق، واخا يعذبكم شي شويه غير بقاو حاولوا معاه. من الاحسن يجيكم بحال هكا كيف ما قلت لكم باش في الاخير كتحصلوا على النتيجه اللي هي زوينه وغادي تعجبكم في الاخير. صافي كيف ما كتشوفوا هنا راه باقه جاريه، كيف ما كتشوفوا رديتها لداك الاناء وغنخليها تختمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. انا باش كنسرع الخميره كندخلها الفران اللي يكون دافي، كنشعل الفران كندفيه وكنطفي عليه وندخلها، ما كياخذ لياش الوقت اللي هو كتير ودغيا كتختمر معايا. المده ديال الاختمار بهذه الطريقه اللي قلت لكم خدات من عندي 20 دقيقه. الا خليتوه غادي تخليوه تقريبا ساعه وهو كيختمر حتى تشوفوه بحال هكا ضعف لكم في الحجم ديالو. هو كل ما اختمر كيجي احسن في المرحله الاولى. صافي هنا غادي نحاول انني نرجعو لسطح العمل وغادي نحيد منه ديك الخميره غير شويه، كنحاول انني نحيد منه داك التفاعل ديال الخميره وغادي نقطعهم الكويرات اللي هما صغارين، ما ديروهمش كبار حيت مع الخميره راه غادي يزيد يتنفخ لكم في الفران. حاولوا انكم ديروهم قريصات اللي هما صغار بحال اللي كتقرصوا الملوي. صافي هنا كيف ما كتشوفوا انايا باش ما يبقاش يلتصق معكم حاولوا انكم تدهنوا يديكم بشويه ديال الماء اولا شويه ديال الزيت باش ما كيبقاش كيلتصق لكم في اليد ديالكم وما كيعذبكمش بزاف وكتجيكم دوك الطريفات ديال دوك الكوارات كيجيوكم مقادين ومصايبين. صافي جبت هنا الشوكولاته عاديه، خذوا نتوما 5 دراهم ديال الشوكولات اولا يمكن لكم ديروا الشوكولات ديال الدهن. انا درت هنايا شكلاط قطعته لطريفات اللي هما صغارين وصافي بديت كنخشيهم في الوسط وكنحاول انني نسد عليهم. هنا كيف ما كتشوفوا الكوارات راه هما ما كبارينش بزاف، راه هما صغارين حيت راه مع الخميره غادي يزيدوا يختمروا لينا وغادي ندخلهم الفران راه غادي الحجم ديالهم يولي كبير. صافي هنا درتهم في واحد اللاطه ديال الفرن، فرشت لهم ورق ديال الطبخ الا كان عندكم، الا ما كانش ماشي ضروري، ولا ما كانش عندكم يمكن لكم دهنوا اللاطه ديالكم بالزيت من الاسفل. صافي وحطوا فيها الكريسات ديالكم. صافي هنا جبت واحد الاصفر ديال البيضه اللي خليناها في الاول ودرت عليها القهوه. انا درت قهوه عاديه، ما كانش عندي قهوه سريعه الذوبان، نتوما يمكن لكم قهوه ديال سريعه الذوبان. صافي وشويه ديال الخل، غير قطيره ديال الخل باش كيحيد لينا داك الزفوره ديال البيض. هنا جبت الزنجلان
رشيتو عليه من الفوق. يمكن لكم نتوما تزينوا بلوز ايفيلي اولا كاوكاو كونكاسي اللي كان متوفر عندكم. انا زينتهم غير بالزنجلان، صراحه كيجيو رائعين. هنا غادي نخليهم يختمروا. هنا راه كيف ما شفتوا راهم اختمروا ليا. دخلتهم عاوتاني الفران، درت لهم عمليه بحال القبيله وخليتهم نضاعف الحجم ديالهم. عاد دخلتهم الفران. فاش غتبغيو تدخلوهم الفران غتسخنوا الفران على عافيه اللي هي مجهده، وغادي تبغيو تدخلوهم غتنقصوا العافيه اللي هي مهيله. غديروا العافيه غير من الاسفل حتى تشوفوهم انهم تحمروا لكم من الاسفل. عاد شعلوا عليهم من الفوق. كنتمنى نكون شرحت لكم جميع المراحل بكل سهوله. ولا عندكم اي تساؤل خليوه لي في التعاليق. شوفوا كيفاش كيجيو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو فاش كيجيو رائعين. وحتى داك الشكلاط اللي درنا من الوسط راه كيجي دايب، ما كيبقاوش طريفات بحال هكا كيف ما خليتوهم، وكيجي واحد المذاق فيهم رائع. اذا بغيتوا المزيد من هذه الوصفات خليهم لي في التعاليق. اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.